لا 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 لا، هو ما ينفعش باب النجار يكون مخلع. مش معقول اقعد اكلم الناس على الصبر والهدوء والتقبل والرضا وانا اكتشفت ان انا فجاه في قمه التوتر والعصبيه في كل الصور. لقيت نفسي امبارح في قمه العصبيه، انفجارات في كل الاتجاهات. قعدت افكر ليه، طبعا ما كنتش طايق نفسي يعني، واتضايقت جدا ان انا انفعلت على ناس احبابي كمان وكلام من ده. قعدت افكر الكلام ده جاي منين؟ جاي اساسا ان انا عندي لازلت، رغم اني دايما بقول اداره توقعات، لازلت عندي توقعات ان الناس تبقى بتعمل الحد الادنى. مش قادر استوعب اطلاقا حد يكون قدامه فرصه لرزق وحياه ويعمل كل حاجه، وفي نفس الوقت هو مش عارف يعملها. يعني مش قادر يعملها. اللي هو قدامه الفرصه، الفلوس تحت رجليك وانت مش عايز تاخدها. رزق، والناس بتتاخر، والناس بطيئه، والناس مذله، والناس قاتله وكل حاجه، ومش مقدر الرزق اللي جاي له كل حاجه، وانا على اعصابي مع كل الناس. لا مش هينفع كده. فانا خدت قرار كده، لا انا عايز اقف كده، اخد نفس عميق كده، اتقبل ان الناس كده عمرها ما تتغير، وكمان هتعلم اقول لا. لا لكل اتجاهات. لا للي هو بيطلع عيني في شغله ولا غيره وهو مش مقدر قيمه، اقول له لا شكرا مش لاعب معاك. ولا كمان لو شغل جاي لي كمان، ما هو لو انا مش قد الشغل مش هعمله. لو انا مش قادر الاقي حد اعتمد عليه بجد مش هاخد الشغل ده. وبعدين هيحصل ايه؟ هو انت خايف من الرزق بعد كل ده؟ يخرب بيت كده. وما انت فاكر نفسك راجل مؤمن ومتقبل وكل حاجه ازاي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، اقول على مهلي كده كل حاجه مكتوبه. فانا بفكر نفسي انا ههدى تمام، مش هنفعل خالص، على قد ما اقدر يا رب قدرني كده. اي حد يقع مني شكرا مع السلامه، مش لاعب. امبارح بالليل عملتها وجابت نتيجه كويسه. اي حد يطلع عيني في اي حاجه مش هتعصب خالص، ولا هتعصب كمان. الناس الغريبه تقعد تقول لي عيش الواقع، ده انا عايش الواقع اكتر من بتتخيلوا. حلوين لو حد قضى يوم معايا بس، والله ما يعمل اللي هو بيعمله تاني خالص. خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب. المره دي الدرس ليا انا بقى، اقول لا. اقول لا للناس اللي بتحرق دمي او بتخليني اتوتر، مش انا اتوتر خالص. ولا لاي شغل انا بجد مش قده، وما الاقيش حد اقدر اعتمد عليه في هذا العمل. هابي نيو يير.